انا ما بقتش واثق في اختيارات حسام حسن لقائمه منتخب مصر. الناس اللي كانت متابعاني في القناه هتعرف ان انا من اكتر الناس اللي كنت بدعم حسام حسن بشتى الطرق، وكنت دايما بتكلم في قائمه اي مدير فني لمنتخب بلده ان انا ما اقدرش مش هاخد عنه انطباع في اختيار القائمه دي الا لما اشوف طريقه لعبه، والا لما اشوف ارضيه الملعب. هو احكم عليه في ارضيه الملعب، مش هحكم عليه باختيار القائمه. لكن المره دي انا هحكم لحسام حسن باختيار القائمه، وده بسبب مش كرها في حسام حسن، ده بسبب واضح جدا ان قبل اختيارات افريقيا او قبل اداء منتخب مصر في كاس افريقيا انا كنت دايما بقول حسام حسن بيختار الانسب ليه، مش بيختار الافضل. يعني انت بالنسبه لك كجمهور انت دايما معيارك هو الافضليه، انت بتفاضل ما بين لاعب ولاعب بالافضليه بالنسبه لك، لكن المدير الفني بيشوفها الانسب دايما. كولر لما اختار العش مكان محمد اسماعيل، رغم ان انا كنت شايف وممكن معظم الناس شايفه ان امكانيات محمد اسماعيل افضل من العش، ان كولر بيختار اللاعب الاشول اللي كان ممكن بيحتاجه في وقت من الاوقات باك شمال وبيحتاجه في كقلب دفاع. هو اي نعم يعتبر ما نجحش في الاثنين، بس بالنسبه له هو كان عنده وجهه نظر هي الانسب بالنسبه لحسام حسن او بالنسبه لاي مدير فني، هو معياره الاساسي هو الانسب. فانا كنت بقول لحسام حسن كان عنده معيارين اساسيين في الانسب، اللي هي المعيار الاهم في اختيارات اي مدير فني في قوام المنتخب. هي اول حاجه الانسب بالنسبه لطريقه اللعب بتاعته والتشكيله، ودي المفروض تكون اولويه لاي مدير فني. تاني حاجه، ودي اللي عندي بالنسبه لي ليها افضليه للمدير الفني الوطني عن الاجنبي، هي حته الانسب للكره المصريه ولمصلحه الكره المصريه للمستقبل. المدير الفني الوطني بالذات او اي واحد وطني فبيبص للمستقبل قدام، ما بيبصش تحت رجليه. وده من وجهه نظري كنت انا شايفه في حسام حسن، وده فعلا في حسام حسن في وقت من الاوقات، خصوصا بعد اولمبياد باريس. اللعيبه اللي تالقت مع ميكيلي جاب معظمهم او جاب معظم العناصر الاساسيه في قائمه منتخب مصر اللي بعدها، وكان منهم حمزه علاء اللي هو اللي يعتبر الحارس الثالث للمنتخب، بس اعتبره هو الحارس الابرز لمصر في المرحله دي، فاختاره. فكانت بالنسبه لي معيار مهم جدا، وكانت بالنسبه لي اقول شابوه لحسام حسن. وكانت مفترض الطرق بالنسبه لي في تقييم لحسام حسن وبتغيير وجهه نظري في قائمه حسام حسن هي كاس افريقيا. بعد لما شفت طريقه اللعب من مباراه جنوب افريقيا اتحولت لل 5-2-1-2 او ال 5-2-2-1، فانا شفت كده وتخيلت ان حسام حسن اكيد مليون في المية او اي واحد عقلاني هيقول لك ان قائمه حسام حسن اكيد هيكون فيها مهاجم تارجت مان، موجود فيها لعيب صانع لعب حر، لعيب مبدع، لعيب بيشوف انصاف المساحات، يقدر يوصل المهاجم بانصاف الفرص، بيعرف يشوف زوايا مش اي لاعب بيعرف يشوفها، وبيكون محضر الكره قبل ما توصل له. من الاخر لعيب زي ابو تريكه، من الاخر لعيب زي حازم امام، من الاخر لعيب زي عبد الله السعيد. لعيب باللغه الايطاليه هو لعيب تريكوارتيستا اللي كان في طريقه الكاتيناتشو. لعيب باللغه الارجنتينيه او بالفكر الارجنتيني هو لعيب الانجانشي. هل اللعيبه دي او اللاعب ده موجود في مصر حاليا بعد تقريبا كبر سن عبد الله السعيد، بعد طبعا اعتزال ابو تريكه؟ من وجهه نظري موجود في 2 لعيبه دلوقتي في مصر، هو قفشه وناصر ماهر. وبسبب بعد اداء قفشه اللي كان متميز في وقت من الاوقات، واللي كان دلوقتي بقى اداء يعتبر اقل ما يقال عنه ان هو بقى لاعب هاوي او بقى لاعب ما بيلعبش بالامكانيات اللي كان الناس كانت متوقعه له او الامكانيات اللي كانت موجوده في 2020 2021. لكن حاليا ناصر ماهر عنده المقومات دي، ناصر ماهر يقدر يؤدي لك المقومات دي. ناصر ماهر كان في الزمالك كان لعيب متميز جدا، لعيب يقدر يقف على الكوره، لعيب يقدر يروح بوشه، لعيب بيكون محضر قبل ما الكوره توصل له، ومن اللعيبه القليلين جدا اللي ممكن تقول عليهم حاملين للكوره في مصر، من اللعيبه اللي هو اصلا الصوره المتميزه لاي لاعب رقم 10 هو ناصر ماهر. وحتى حاليا دلوقتي حتى في بيراميدز بعد انتقاله من الزمالك لبيراميدز فهو متالق جدا مع بيراميدز، ومن اللعيبه الاساسيه ومن هدافين الدوري. دلوقتي عندك مسجل 7 اهداف ومن هدافين الدوري اللي بينافس على هداف الدوري. انت متخيل لاعب زي ده مش موجود في قائمه حسام حسن؟ هتقول لي اللي كانت مناوشات اللي قبل كده، هقول لك طب رامي ربيعه انضم لقائمه افريقيا، لقائمه معسكر مارس لمباراتين السعوديه واسبانيا، حتى بعد اللي حصل منه ورد الفعل اللي حصل منه في ماتش نيجيريا تقريبا في افريقيا. طب هل الكلام ده او المباراه اللي كانت قبل نيجيريا، اللي كانت مباراه السنغال تقريبا، هل الكلام ده ينطبق مثلا او في ازدواجيه معايير في انك تطبق الحاجه دي على ناصر ماهر وما تطبقهاش على رامي ربيعه؟ على ما اظن الموضوع ملوش علاقه برد فعل ناصر ماهر بعد انضمامه لقائمه افريقيا، على قد ما هو قناعات حسام حسن ان هو مش محتاج ناصر ماهر دلوقتي. وده في حد ذاته بالنسبه لي يحط لي 100 علامه استفهام في معايير حسام حسن في اختيار اللعيبه الاهم واللعيبه الانسب لطريقه لعبه واللعيبه الانسب اللي تستحق تكون متواجده في كاس العالم. وتعالى بقى نفنط بقى كاس العالم. وقبل ما اقول لك اختيارات حسام حسن لمعسكر مارس اللي هيكون قبل معسكر كاس العالم على طول، ما فيش اي توقف قبل توقف كاس العالم غير توقف ده،
فهو عباره عن 26 لاعب. 26 لاعب دومت هو القائمه فعلا اللي هتكون موجوده في كاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه وكندا والمكسيك. هم هيكون 26 لاعب، متاح ليك تبقى عندك 15 لاعب بديل غير الاساسيين. فبالتالي 26 لاعب لما تكون تفنطهم 4 حراس مرمى ومختارهم حسام حسن بالفعل، هيبقى عندك 22 لاعب. 22 لاعب دومت لباقي المراكز، كل مركز هيبقى فيه 2، 10 في 2 ب 20، هيبقى لك مركزين. المركزين دولت هيكون موجود عندك لعيبه ممكن بتلعب في كذا مركز، لعيبه تكون متميزه قوي، ممكن تكون في نفس المركز انت مختار 2 لعيبه واللاعب الثالث بيكون متميز جدا لازم تختاره. يكون في مركز انت ممكن تحتاجه لما تغير التشكيله بتاعتك، لو انت هتلعب مثلا بالاربعه 3-3 فانت محتاج اللعيبه اللي في وسط الملعب كلها ورك ريت عندها عالي، لعيبه بتكون المجهود البدني عندها قوي. لكن لما تغير طريقه اللعب ل 4-2-3-1 او تغير طريقه اللعب ل 5-2-1-2 اللي شفناها حسام حسن في كاس افريقيا، فانت هتبقى محتاج لاعب امكانياته الفنيه كبيره جدا ومش موجوده في طريقه اللعب ال4-3-3. فبالتالي ممكن تكون الاثنين لعيبه التانيين دول تشوفهم يجدوا لك في المركز ده، او لعيبه تقدر تلعب في كذا مركز. لكن لو عندك لعيب يقدر يلعب في كذا مركز فهو بيديلك 7 من 10 في الكذا مركز اللي بيلعب فيهم، لكن مش هيديلك في المركز الاساسي اللي انت عايز تلعبه 9 من 10 او 10 من 10. تعال نبص في حراسه المرمى كده. الرباعي الاول في اختياراته هو حسام حسن، بيختار 2 كبار في السن و2 صغيرين، بس لازم طبعا في الاخر ال2 كبار في السن هم الافضل في الكبار في السن او الخبرات، وال2 صغيرين في السن هم الافضل في الصغيرين في السن. يعني عندك بيختار 2 حراس ممكن معديين ال 30 و2 حراس اقل من ال 30 سنه. 2 حراس اللي اكبر من ال 30 فهو بالنسبه لي اللي ممكن يكون بينافسوا بعض في ان هم يكونوا في قائمه منتخب مصر في كاس العالم حتى، او في قائمه او في معسكر مارس. هم رباعي: محمد الشناوي واحمد الشناوي ومحمد بسام، وممكن تحط معاهم محمد عواد. الرباعي دول بالنسبه لي الافضل بالنسبه لهم، او تشيل محمد عواد او لو حتى تسيب محمد عواد فهيكون معاهم يبقى الخماسي المهدي سليمان. لان مهدي سليمان متالق في فترات او بيجيد لما بيبقى في حراسه المرمى الزمالك، ومن قبل كده كان في الاتحاد السكندري كان بيجيد برضه، ومن قبل الاتحاد السكندري كان في بيراميدز. فهو حارس متالق وحارس امكانياته عاليه جدا. لكن لما انا اكون بقيم الرباعي دلوقتي فانا بالنسبه لي الترتيب من حيث الافضليه فهو رقم 1. لو بتتكلم بعيدا عن التيشيرت وغيره، او بعيدا عن الالوان، او بعيدا عن انتمائك لنادي معين، فانا شايف احمد شناوي افضل من محمد شناوي في الوقت الحالي. محمد شناوي رقم 2. رقم 3 ممكن تقول محمد بسام، ورقم 4 ممكن اقول المهدي سليمان. يعني مهدي سليمان بالنسبه له هو رقم 4 مش رقم 2 حتى، ولا رقم 3، ولا حتى طبعا واكيد مش رقم 1. فبالتالي لما احط رقم اول والثاني ممكن تختلف معايا ونتفق، لكن في الاخر هنتفق في ان محمد شناوي واحمد شناوي واحد فيهم اول واحد فيهم ثاني. لكن لما تختار مهدي سليمان مكان احمد الشناوي في القائمه دي فانت كده بتظلم احمد الشناوي، خصوصا ان هو حارس رقم 1 في بيراميدز متالق. السنه اللي فاتت يعتبر اتظلم في جائزه افضل حارس في افريقيا او داخل افريقيا. فبالنسبه لي شايف اول ظلم في ان اختيار مهدي سليمان مكان احمد الشناوي. الثنائيه الثانيه مصطفى شوبير ومحمد علاء، اللي كان ممكن بينافس معاهم احمد مايوب حارس سموحه، والحارس الرابع محمد صبحي حارس الزمالك. فانا بالنسبه لي اختار محمد علاء يدل ان هم فعلا بيفرجوا على الدوري. محمد علاء متالق في الدوري، اللي ممكن كان بينافس مع احمد مايوب محمد صبحي تقريبا في اسوأ فتراته الفتره دي. فبالنسبه لي كان محمد علاء واحمد مايوب هم اللي بينافسوا بعض، بس ممكن محمد علاء اتميز شويه بالنسبه لحسام حسن في ان محمد علاء اصغر بشويه حلوين عن مايوب ال 29 سنه، في حين محمد علاء 24 او 25 سنه. فيمكن محمد علاء اختيار موفق من حسام حسن ويستحق يكون في قائمه منتخب مصر. ده رباعي في حراسه المرمى. تيجي نتكلم بقى في قلوب الدفاع. تعال الاول نتكلم في انك بتلعب باربعه، وهكلمك برضه انك تلعب ب5. الرباعي دلوقتي انت تلعب ب2 سنتر باك، واثنين منهم معتبر بمقاومات مساكين شويه، واثنين منهم بمقاومات لعيبه ليبرو شويه، او لعيبه كورتهم حلوه شويه. اللعيبه اللي كورتهم حلوه بالنسبه لي محمد عبد المنعم وعمر فايد. طالما اخترت محمد عبد المنعم تختار عمر فايد. عمر فايد راجع من اصابه ماشي، فمحمد عبد المنعم برضه راجع من اصابه، اثنين مقاومتهم عاليه جدا. عمر فايد بالنسبه لي بعد اولمبياد باريس هو كان الاقدر بانه ما يكون موجود في منتخب مصر في خط الدفاع، بعيدا او يمكن اقدر من احمد عيد الباك اليمين، ويمكن اقدر من حسام عبد المجيد السنتر باك اللي بعد كده بفترات بقت تجيبه. فعمر فادي يستحق يكون متواجد في كاس عالم مع منتخب مصر، وبالتالي يكون متواجد في معسكر مارس. زي ما اخترت محمد عبد المنعم تختار برضه عمر فادي. دوما ثنائي 2 ليبرو، فعشان كده شايف عمر فادي الظلم. طب الاثنين المساكين اللي ممكن لازم يكونوا موجودين حسام عبد المجيد وياسر ابراهيم. فالاثنين دول انا وجهه نظري معاك 1,100,000 وابصمك بال10 الاثنين دول يكونوا موجودين في قائمه منتخب مصر.
طيب دلوقتي بقيه المراكز انت كده نسيت رامي ربيعه ونسيت محمد اسماعيل. لا ما نسيتهمش، انا هختارهم لك فعلا في طريقه الخمسه، بما ان حسام حسن اقتنع خلاص وثبت الخمسه في تشكيله افريقيا. ومن وجهه نظري هي دي الطريقه هتلعب بيها في كاس العالم، انك هتلعب اكيد مليون في الميه هتلعب منتخبات اقوى، منتخب زي السنغال، منتخب زي جنوب افريقيا، منتخب زي كوت ديفوار اللي انت لعبت قصادهم بخمس مدافعين. فبالتالي انا شايف الاثنين برضو اللي ممكن يلعب معاك ليبرو ويستحقوا يكونوا موجودين في المركز ده رامي ربيعه وحمدي فتحي، او رامي ربيعه ومحمد اسماعيل. بس انا احط حمدي فتحي هنا لان في وسط الملعب في لسه لعيبه كتيره جدا تستحق تكون موجوده، فحمدي فتحي ورامي ربيعه. فبالتالي محمد اسماعيل ممكن يستحق يكون موجود بس بعد السداسي اللي انا ذكرتهم. وخالد صبحي لعب ماتش محترم مع نيجيريا بس من وجهه نظري مش مبهر قوي، ومن وجهه نظري السداسي اللي انا قلتهم وبعدهم كمان محمد اسماعيل الاقدر يكونوا افضل منه كمان. تعال نتكلم بقى ناحيه اليمين. اخترت محمد هاني واخترت طارق علاء. طارق علاء مكان لاعب بيعتبر خبره زي محمد هاني، وطارق علاء مكان احمد عيد وبنفس المعيار اللي هو صغر السن والانسب لمنتخب مصر بعد كده او لمستقبل منتخب مصر. فطارق علاء متالق مع زد بعد اعارته من بيراميدز، متالق جدا مع زد ويستحق يكون موجود في المركز ده. ناحيه الشمال انت بتتكلم في فتوح وبتتكلم في كوكا. كوكا مليون في الميه اي حد بيتفرج على كوره في مصر واي حد بالذات اهلاوي يقول لك كوكا ما يستحقش يكون متواجد في القائمه دي بالذات في المعسكر ده مع منتخب مصر. كان ممكن يكون متواجد في اوقات تانية بس المره دي لا، مليون المية. فعشان كده شايف كوكا ما كانش المفروض يكون موجود، وكان يكون مكانه كريم حافظ او مروان داوود لاعب انبي اللي كان مختاره. وعين كيروش مش عاديه وما بيختارش كده هباء، وكورته حلوه ولعيب الكوره في رجله مختلفه كده ويمكن قريبه من فتوح اللي في حته ثانيه طبعا ناحيه الباك الشمال. تعال نتكلم في وسط الملعب بقى. 3 هلعب بالخمسة 2 1 2 او الخمسة 2 2 1. العب دلوقتي بالثنائي الدبل بيفوت او الثنائي الارتكاز او الهولدنج ميدفيلدر، اللعيبه اللي محتاج منهم مرور كريت عالي وكرتهم برده حلوه. مليون المية واحد فيهم مروان عطيه، والبديل ليه على طول مهند لاشين. الناحيه الثانيه هتختار امام عاشور ومحمد شحاته. ليه امام عاشور ومحمد شحاته؟ الاثنين واي حد بيتفرج على كوره يقول لك الاثنين دولت تقريبا قريبين من بروفايل بعض جدا. مفيش لعيبه بول كاريور في مصر ولاعيبه حاملين كره في بوسط ملعب ممكن تقول عليهم لعيبه تمانيات او رقم 6 بيلعبوا لك في الحته دي وبيعرفوا يحتفظوا بالكره وبيعرفوا يروحوا وعندهم القدرات على كده وعندهم الشخصيه ان هم ياخدوا الكره ويتحرك غير امام عاشور ومحمد شحاته. محمد شحاته عدم وجوده في القائمه دي وفي معسكر مارس كارثه بمعنى الكلمه كارثه. ده دلوقتي الثنائي الهولدنج ميدفيلدر. عندك بقى بتتكلم على 2 قدامهم او صانع لعب. لازم ان الصانع لعب بالنسبه لك ناصر ماهر واحد منهم مليون مية، واللاعب الثاني لاعب برضه بيلعب لك في كذا مركز واحمد عاطف قطه. غريب ما شفتش احمد عاطف قطه في ولا معسكر مع حسام حسن، رغم ان هو من افضل لعيبه في مصر وبيلعب في منافسات قويه جدا سواء كان كاس عالم الانديه او كاس الانتر كونتيننتال او بيلعب في افريقيا وفي الدوري. لعيب متالق جدا. ناحيه اليمين طبعا بتتكلم محمد صلاح وهيثم حسن الجدير في المركز ده دلوقتي، وناحيه الشمال بتتكلم عن ابراهيم عادل وعمر مرموش وممكن نقول كمان تريزيجيه. لاعبين متالقين جدا. وفي الهجوم انا معاك في مصطفى محمد ومعاك في ناصر منسي في الوقت ده. فانا مختلف معاك في كذا لاعب، منهم طبعا ناصر ماهر ده اكيد مليون مية، ومنهم محمد شحاته اكيد وابصمك بالعشرتين اللعيبه دومت بالذات انا مختلف تماما مع حسام حسن في عدم اختيارهم. اي لعيبه تانية ممكن نختلف، ممكن نتكلم، ممكن نتفق ونختلف. وانا من وجهه نظري الاسماء اللي انا قلتها ممكن تكون اقل من 26 لاعب، فهتلاقي اسامي تانية ممكن تتحط. بس بالنسبه لي اسمين اساسيين ناصر ماهر ومحمد شحاته لازم أن يكون موجودين في القائمه وعمر فايد معاهم. عدم وجودهم في القائمه فهو كارثه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. اتمنى يكون وجهه نظري في تقييم حسام حسن الفتره دي يكون غلط. اتمنى فعلا تفوق المنتخب مصر، واتمنى حسام حسن يبهرني او يرجع تاني ثقتي فيه ويرجع لنا خلينا اقول لحسام حسن جدير بتدريب منتخب مصر. وان فعلا ان انا مش هقيم تاني على القايمه، وهقيم في ارضيه الملعب. واللي حصل في افريقيا هو كان امر غصب عنه او ما كانش شايف ان او كان دارس الموقف غلط وبعد كده رجع وصحح من اوضاعه.